اهلا بيكم في كروشيه الهوالم. اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله انا هعمل السكارف او الشال المستطيل، مش حجمه كبير يعني. انا بعمله عرض 30 سنتي في الطول من 120 ل 150، يعني من 120 لمتر ونص. هستخدم ده خيط هيمالايا، وهستخدم معاه ابره مقاس 5، وتقدروا تستخدموا اي نوع خيط انتوا حابينه. هتاخد معاكم حوالي بكرتين ونص حسب بقى الطول. لو زي حبيتوا تزودوا الطول هتزودوا الخيط، قللتوا الطول الخيط هيقل. هقول بسم الله. هي بسيطة جدا وسهلة. هشتغل مضاعفات العدد 10. خلصت السلسلة بتاعتي. بعد كده السطر الجاي هشتغل 2 سلسلة، وهاجي في الغرزة الثابتة من الإبرة. فهعد كده 1 2 3 4 5 في الغرزة الثابتة. هدخل بالإبرة، أسحب الخيط واطلع من الحلقتين مرة واحدة غرزة حشو. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، وهسيب تحت 1 2 3 4 في الغرزة الخامسة تاني غرزة حشو. كمان مرة 3 سلسلة، وهسيب 1 2 3 4 في الغرزة الخامسة غرزة حشو. تاني 3 سلسلة، سيب 1 2 3 4 في الغرزة الخامسة غرزة حشو. 3 سلسلة، 1 2 3 4 في الغرزة الخامسة غرزة حشو. وهكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد لما اخلص السطر كله بتاعي. هنا انا خلصت الجزء ده، فهاجي اشتغل في الاخر سلسلة، هلف الخيط على الابرة وهسيب غرزة، وفي الغرزة الاخيرة هشتغل نص عمود. 3 لفات على الابرة وهلف واطلع من التلاتة مرة واحدة. هتلاحظوا هنا ان عندي باستثناء الجزء بتاع البداية ده والجزء بتاع النهاية، الفستونات اللي في النص عندي تبقى عدد فردي. يعني عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وتقدروا بقى تزودوا زي ما انتوا حابين. السطر الجاي هشتغل 4 سلسلة، هلف الشغل، هسيب اول فراغ، في الفراغ التاني هلف الخيط على الابرة وهشتغل 3 عواميد بلفة، الف واطلع من اول لفتين تاني لفتين، 3 عواميد. بعد كده 3 سلسلة و3 عواميد تاني في نفس الفراغ. 1 بلف واطلع من اول لفتين تاني لفتين 3 سلسلة واحدة. هسيب الفراغ اللي بعده، في الفراغ اللي بعديه هرجع تاني اشتغل 3 عواميد بلفة. 1 2 3 وارجع تاني 3 سلسلة و3 عواميد تاني في نفس المكان. 1 2 3 سلسلة واحدة، واسيب الفراغ اللي بعده ده مش هشتغل فيه، في الفراغ اللي بعديه تاني 3 عواميد. ولو قللتوا حجمها شوية تاخد بكرة واحدة. 3 سلسلة، انت تقدري تعملي بكرة واحدة سكارف بغرزة سهلة جدا وجميلة بصراحة. 2 3 سلسلة، واكرر بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل لاخر السطر. هنا وصلت لاخر السطر. فبعد ما اشتغلت المجموعة دي اهي، هلف لفة 2 على الابرة وهسيب
غرزة، ادي غرزة الحشو، هسيب الغرزة وفي الغرزة اللي بعديها هدخل واشتغل عمود بلفتين، الف واطلع من كل لفتين مع بعض. السطر الجاي هشتغل 5 سلسلة، 3 4 5، هلف الشغل وهاجي في قلب الفراغ هشتغل عمود واحد، 3 سلسلة، عمود واحد في نفس الفراغ، 3 سلسلة، واجي في الغرزة اللي بين المجموعتين هدخل كده في الغرزة واشتغل غرزة حشو، لفتين على الابرة، الف واطلع من لفتين مرة واحدة وارجع تاني 3 سلسلة، اجي في الفراغ اللي بعده برضو عمود، 3 سلسلة وعمود تاني في نفس الفراغ، تلاتة سلسلة، ودي نيجي في غرزة الحشو نشتغل غرزة حشو زي ما انتوا شايفين كده، واكمل بقى بنفس الطريقة 3 سلسلة في الفراغ، عمود بلفة، 3 سلسلة وعمود بلفة في نفس المكان، 3 سلسلة، واجي برضو في غرزة الحشو اللي بين المروحتين واشتغل غرزة حشو، واكرر بقى بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل لاخر السطر عندي. انا وصلت لاخر السطر فبشتغل 3 سلسلة وهاجي هلف الخيط على الابرة وهاجي في الغرزة الرابعة واشتغل نص عمود، 3 لفات والف واطلع من التلاتة مرة واحدة. السطر الجاي بقى هبتدي اعيد نفس السطر ده اللي هو هرتفع 4 سلسلة، الف الشغل وهاجي في حرف الفي ده هرجع اشتغل فيه 3 عواميد، تلاتة سلسلة و3 عواميد في نفس المكان، واحد، اتنين، تلاتة، سلسلة واحدة وحرف الفي اللي بعده على طول ارجع تاني 3 عواميد، وارجع تاني 3 سلسلة، 3 عواميد في نفس المكان، سلسلة، حرف الفي اللي بعده 3 عواميد، تلاتة سلسلة، تلاتة عواميد، سلسلة واحدة، وبكرر نفس الشغل كده لحد اخر السطر. هنا وصلنا لاخر السطر وبرجع بقى اكرر تاني، فهاجي هنا الف لفة 2 على الابرة وهاجي في الغرزة الرابعة 1 2 3 4 واشتغل عمود بلفتين، وارجع بقى اكرر زي ما انتم شايفين كده، ارجع اكرر نفس الشغل تاني لحد ما بوصل لنص طول الشال. يعني انا مثلا لو هعمل الطول طول السكارف مثلا متر، بشتغل نص متر والنص التاني ببتدي من هنا، عشان ده الجزء ده هو كده اللي هيبقى نازل من السكارف او من الشال بتاعي، عشان انا مش هحتاج اعمل شراشيب.
فانا بشتغل الجزء ده وبعد كده برجع بوصل الخيط هنا واشتغل النص التاني. احنا لو هنشتغل مثلا الشال متر هشتغل ده نص متر، وبعدين اوريكم من هنا هنوصل ازاي الشغل ونكمل الناحية التانية. هنا اهو انا اشتغلت جزء في الشال عشان اوريكم الفكرة. زي ما انتوا شايفين بعد ما بتوصلوا لنص الطول اللي انتوا عايزينه، يعني زي ايا كان الطول بناخد نص ونشتغل النص الاولاني. طيب بعد كده بروح جايه لفه الشغل كده اهو، وباجي بجيب الخيط ده وش الشغل عندي. فتخلي بالكم احنا بدأنا ادي الخيط بتاع البداية، يبقى هاجي في الناحية التانية عشان يبقى الشغل كله زي بعضه، وهعمل عقدة على الإبرة هنا اهي، وهجيب كده الخيط وهاجي شايفين هاجي بقى هنا كده في الغرزة اللي بعد غرزة الحشو قبليها على طول. شايفين الغرزة دي هدخل كده وهسحب الخيط، اسحب الحلقة واشتغل 1 2 3 4، وابتدي اشتغل من اول السطر ده زي السطر ده بالظبط. يعني هاجي على طول في الفراغ واروح شغالة 3 عواميد، 3 سلسلة و3 عواميد في نفس الغرزة او نفس المكان. 3 وعلى طول هرجع اشتغل زي ما عملت هنا سلسلة واحدة، واجي على طول هسيب الفراغ اللي بعده في الفراغ اللي بعديه برضو 3 عواميد، تلاتة سلسلة، 3 عواميد في نفس الغرزة او نفس الفراغ. سلسلة وارجع برضو هسيب الفراغ اللي بعده، وبكمل بقى بنفس الطريقة نفس الشغل الناحية التانية بنفس الطريقة لحد ما بوصل لاخر السطر. هنا وصلت لاخر السطر، فباجي بلف لفة 2 على الابرة، وهاجي برضو في الغرزة البداية خالص هدخل واشتغل عمود بلفتين. السطر الجاي برضو نفس الكلام، هشتغل 5 سلسلة، هلف الشغل وهشتغل في الفراغ او حرف في اول سلاسل هنا هشتغل حرف في عمود 3 سلسلة، عمود تاني في نفس المكان 3 سلسلة، وارجع في بين المروحتين هدخل كده في الغرزة واشتغل غرزة حشو، واكمل تاني بنفس الطريقة 3 سلسلة، واجي في الفراغ اللي بعده اشتغل حرف في عمود 3 سلسلة، عمود في نفس الغرزة، وارجع تاني 3 سلسلة، وارجع تاني في الغرزة اللي ما بينهم واشتغل غرزة حشو. وبكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد لما بشتغل نفس المقاس اللي انا اشتغلته الناحية التانية كده. برجع اكمل بقى زي ما انتوا شايفين كده، وبرجع اكمل بقية الشال بتاعي عشان في الاخر برضو الناحية التانية يديني نفس الشكل اللي انا عاملاه بتاع الفستانات دي، وهو بيبقى نازل كده. فانت مش محتاجة تعملي له شراشيب، بيبقى بنفس الطريقة. اتمنى يا رب تكون الفكرة عجبتكم، واتمنى تكون الفيديو واضح، ولو في اي حاجة ابعتولي، وشكرا.